حادثة غيرت كل حاجة وبعدين حسيت اني محتاجة اقف واحاول تاني. اهلا في اول حلقة من بودكاست لكي الساعة 7 مع نور. انا نور، ودايما بقول اني بحب اسمي جدا عشان بحس ان كل شخص فعلا له نصيب من اسمه. انا قررت ابدأ الشانل دي عشان يمكن ابقى نور، ولو لشخص واحد عدى بنفس اللي انا عديت بيه وحاسس انه لوحده. من حوالي سنة ونص كده حصلت لي حادثة. كنت بعدي الشارع والإشارة واقفة، وبعد كده موتور سايكل كسر الإشارة وخبطني. فضلت حوالي شهرين مش بمشي، بس الحمد لله أنا زي الفل دلوقتي. الحادثة دي غيرت حاجات كتير جدا في حياتي وخلتني أشوف حاجات أنا أول مرة أشوفها. دايما بيقولوا إن أحيانا بتحتاج حدث واحد بس يحصل في حياتك عشان تتغير. زي مثلا إن أنا أيقنت إن حواليا ناس كتير جدا مش في أماكنهم الصحيحة، وبعدت عن السوشيال ميديا، واللي يعرفني يعرف ان انا حد سوشيال جدا جدا، لدرجة ان انا كنت بطلع في الستوريز احكي للناس احداث حصلت في اليوم واسبوعي كان ماشي ازاي. فيمكن ده احد الاسباب برضو اللي خلتني اطلع اتكلم، اني بصراحة حسيت بالوحدة الشديدة بعد ما كان حواليا زحمة، باكتر صوت عالي هو صوت دماغي. يعني واسمحوا لي اشارك معاكم شوية خطوات ساعدتني ان انا ابقى احسن، بعد طبعا من الرياليزيشن ان ربنا هو اقرب حد المفروض يبقى موجود. ففي حاجات نفسية مهمة جدا بدأت اشتغل عليها. بس قبل ما ابدا عايزه اعتذر لكم ان انا ساعات بدخل كلمات انجلش في النص. انا كمان بتضايق ان انا لما بحب اعبر عن حاجه مش بعرف اعبر عنها كفايه بالعربي، بس هشتغل برضو معاكم على الموضوع ده. خلاص احنا بقينا صحاب، وده مكان آمن للتغيير ولتقبل الآخر. دي أكتر 10 حاجات ساعدتني، أنا لسه بشتغل عليها، ومش لازم كلهم يحصلوا مرة واحدة، وعادي لو وقعتي في النص. أهم حاجة تقفي تاني وتبقي حنينة على نفسك. أوكي، فأول حاجة ابدأي اعملي حاجات لوحدك. انا عارفه الجمله دي تبقى غريبه جدا، سنس ان انا اصلا بتكلم عن الوحده. فازاي انت بتتكلمي عن الوحده وفي نفس الوقت بتقولي ابدأي اعملي حاجات لوحدك؟ بس انزلي تمشي لوحدك، اشربي القهوه بتاعتك لوحدك، روحي مكان بتحبيه لوحدك. في الاول يمكن تحسي ان كل الناس بص عليكي. لدرجه انا فاكره كويس قوي ان انا مره خرجت اتغدى لوحدي، وكنت حاسه فعلا ان كل الناس بيتفرجوا عليا، مع ان انا متاكده في الاخر بعد شويه ان ولا حد مهتم، وكل واحد مشغول في نفسه اصلا. فانا حابه ان انتي تجربي حاجه زي كده. وتاني حاجه، ودي من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا، بطلي تستني حد عشان تعيشي حياتك. يعني ما تستنيش حد يجي معاكي مثلا النادي او الجيم. يعني أنا مش عارفة أعد عدد المرات اللي نزلت فيها النادي أقرأ كتاب، أو حتى نزلت أشرب قهوة لوحدي كده وكنت مبسوطة جدا. عشان أحيانا أو after a while هتعرفي إن لو فضلتي مستنية حد يبقى معاكي هتفضلي مستنية على طول. لو انتي مستنية شريك حياة عشان تحسي انك احسن، كده عمرك ما هتعيشي. ولو حابين نتكلم برضو على العلاقات in general بعد كده قولولي في الكومنتس. فاحنا عندنا كده ابدأي اعملي حاجات لوحدك وبطلي تستني حد يعمل معاكي الحاجات دي. تالت حاجة، اعرفي ان في فرق بين انك لوحدك وانك وحيدة، لان دي حاجة نفسية جدا جدا، ومخك هو اللي بيصورلك انك وحيدة وما عندكيش حد. فطول ما انت حاسة انه نوع من انواع العقاب مش هدوء، عمرك ما هتبقي احسن. احاسيسك كلها على فكرة اللي جات يعني من حقك تحسي بيها. انا كمان في الاول كنت بحس بكده، بس بعد ما رحت للثيرابيست قالوا لي ان الافكار الكتير اللي بنفكر فيها والاحاسيس الكتير اللي بنحس بيها بتعمل لنا دوشة، لازم تطلع على الورق. يعني ايه تطلع على الورق؟ يعني نعمل نوع من انواع الجورنالينج في الرحلة بتاعتنا دي. والجورنالينج ده ان انتي تطلعي كل حاجة انتي حاسة بيها عشان مخك يهدى شوية.
وعلى فكرة هو مخك هو اللي بيصور لك او بيكبر المواضيع. كان احمد خالد توفيق كتب في ما وراء الطبيعة كود كده بحبه قوي، بيقول: لو عقلك لعبك خده على قد عقله. فالاشياء تبدو احيانا اسوأ بكتير في عقلنا، عشان كده لما بطلعها بحس ان الموضوع ابسط مما كنت اتخيل. رابع حاجة، لازم تتقبلي انك مش بيرفكت. هو مفيش حد اصلا بيرفكت، والوقوع ده شيء لابد منه عشان احنا مش في الجنة. بس ما تخليش وقعتك دي تحسسك انك قليلة او ملكش لازمة، لان دي حاجات انا وقعت فيها، وكان نفسي حد يجي يقولي فيها ايه. مش اتعلمتي؟ تمام، كملي بقى وخلاص. هل ده معناه اني طالما اتعلمت المرة دي مش هقع تاني؟ لا، مين قال كده؟ مفيش ضمانات اصلا في الحياة دي. خامس حاجة، امشي كتير وتمرني. ما ينفعش بأي شكل من الأشكال تفتكري انك هتبقي احسن وجسمك ده مش بيتحرك. الرياضة مش حاجة ثانوية، وعلى فكرة الموضوع ده لا يتطلب فلوس كتير خالص. يعني تمشية في الشارع او رياضة من على اليوتيوب هتفرق كتير جدا معاكي. وصدقيني، لازم تصدقي ان قد ايه انت بلاست انك بتعرفي تمشي. عشان انا لما قعدت شهرين مش عارفة اتحرك كنت بفضل اعيط ان انا نفسي بس اصلي وانا واقفة، مش على كرسي، ونفسي اعرف اسجد. فدي حاجة احنا ساعات بنغفل عنها او مش بناخد بالنا منها. سادس حاجة، في حاجة فرقت معايا جدا، ممكن الناس تعتبرها مملة، بس انا طول عمري بحب الراديو. فدلوقتي في بودكاست تخليكي تختاري المواضيع اللي انتي حابة تسمعيها. فلو انتي هنا اصلا ممكن تكون دي حاجة بتفرق معاكي، فانتي على الطريق. وكونك اصلا حددتي مشكلتك او اللي انتي حاسة بيه، فانتي على سلمة التعافي. لان دايما بيقولوا اول حاجة لازم تعمليها انك اصلا تعترفي ان في مشكلة. سابع حاجة، بالراحة على نفسك. انتي مش لوحدك، والناس كلها في فترات في حياتها بتحس بالوحدة، والوحدة اصلا شعور انساني بحت، مش دليل ان فيكي حاجة غلط او ترمندس او مصيبة. لا، هو ده شعور انساني جدا. وحاجة ليها علاقة برضو بان انتي تحسي ان انتي تمام، هي حتة الرضا. انا عارفة انها حاجة صعبة جدا، عشان الشعور لوحده محتاج انها حاجة تبدأ من جوه. فتامن خطوة حتة الرضا، انا حاسة ان هي تبقى صعبة شوية عشان السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفها دلوقتي غصب عن الواحد بيحس انه مش عارف يرضى، لان مثلا شايف انه يستحق مكان احسن، او ان ليه دي مثلا بقت احسن منه. بس انا عايز اقولك ان بجد، وده مش كلام وخلاص، محدش عارف ايه اللي بيحصل في الكواليس، او محدش عارف ايه اللي بيحصل في الخلفية، محدش عارف الابتلاءات اللي الواحد بيعدي بيها ومش بيظهرها. فلازم يعني ما نقارنش حياتنا بحد، لان محدش حياته كاملة، لا انتي ولا انا. 9، ما تخافيش. انا معترفة ان الموضوع ده لحد دلوقتي بشتغل عليه، عشان الخوف ده من اكتر الحاجات اللي بتأيد الواحد. الخوف انه يبدأ، الخوف من انه يفشل، الخوف من الانتقادات او الناس هتقول ايه، خصوصا لو الناس اللي دي حط عليك expectations عالية جدا، وخصوصا ان انت مثلا طول عمرك متعود ان انت بيشوفوك انسان ناجح، عارف كل حاجة تمشيها، كل حاجة في حياتك، فهم اصلا محدش متوقع منك انك تقع، فانت نفسك بتخاف ان انت تبقى disappointment للي حواليك. بس انا عايزه اقولك يعني ان مش مهم الناس هتقول ايه، طول ما انتي مش بتعملي حاجه غلط ولا حاجه حرام، يبقى بجد رايهم ده راي ثانوي ممكن ما ناخدش بيه حتى. 10 حاجه ودي سايباها للاخر، وجود الناس اضافه مش انقاذ. يعني وجود ناس حلوه حواليك مهم جدا طبعا، بس الاهم من انك تلاقي ناس حواليك حلوه انك تلاقي نفسك. الحب مهم والصحاب مهمين، بس لو انتي مش حابة نفسك، مين هيعرف يحبك؟ كله لازم يبدأ من جوه، وما تبقيش انتي اكبر عدو لنفسك، اكبر ناقد لنفسك.
لان محدش هيملى الفراغ اللي جواكي ده غيرك انتي. فبجد اقعدي مع نفسك، افهميها، اتصاحبي عليها، اتصالحي معاها ومع عيوبها. يمكن تكتشفي ان اكتر شخص محتاجة تقربي منه هو انتي. انا كده خلصت، اتمنى ما كنتش ابقى تقيل عليكم، وان انا ما بقيتش طولت عليكم. قولولي رأيكم في الكومنتس، وحابين نتكلم في ايه تاني. واشوفكم المرة الجاية في بودكاست لكي الساعة 7 مع نور.